السلام عليكم، أهلا وسهلا. كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي، تكونوا في احوال جيده. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم برجر. الصراحه كيجي زوين بزاف، كيف ما كتشوفوا معايا شكلا ومذاقا. غير تبعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير، ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. هنا في بول عندي شويه ديال الملحه على حسب الذوق. المهم انا درت معلقه صغيره مع مراش، درت معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغادي ندير تقريبا معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. الا ما كانش عندكم هذه تقدروا ديروا الخميره المعجونه، يعني بحال بحال. وهنا عندي كاس ديال الحليب، يعني درت نص كاس ديال الحليب وربع كاس ديال الماء. المهم كاس يكون خليط ما بين الماء وما بين الحليب. صافي هكا كنخلطوهم، وكنزيد واحد 4 كاس ديال الزيت النباتيه، الزيت الروميه غير العاديه. صافي وغادي نخلطهم مزيان ونخليهم حتى يتفاعلوا لي هكا مع بعضياتهم. وبالنسبه للحليب يعني سخنوه شويه. صافي غادي نخليه يتفاعل لي هكاك واحد 5 دقائق. من بعد غادي ناخذ بيض ديال البيض، غادي ندير البيض ديال البيض ونحتفظ بالصفر باش ندهن به. صافي غادي نبدا كنزيد دقيق تدريجيا شويه بشويه، يعني ضروري خصو يكون مغربل من قبل، راكم عارفين ضروري. صافي غادي نزيد شويه بشويه، وغادي نزيد شويه ديال الخميره هكاك تقريبا معلقه صغيره مع مراش، وغادي نبدا كنخلط هكا غير بالمعلقه في الاول. من بعد ما ينسجموا لي كاع المكونات وعاد نبدا كنزيد دقيق، كنزيد دقيق شويه بشويه. غير اعتمدوا هاد الطريقه هذه، صراحه زوينه بزاف. هذه الطريقه ديال اختي صراحه هي اللي كدير هاد الطريقه، وبغيت نشاركها معاكم. صراحه كتجي زوينه، نتوما غادي تشوفوا معايا في التالي. زعما كيجيو هكا خاويين من الداخل مفشفشين. صافي هنايا حيت المعلقه وغادي نبدا كنخدم بيدي. صراحه ما كاين ما احسن من الخدمه باليد. صافي هنايا كنبدا كندخل هكا الدقيق في داك الخليط كامل. انا هنا احتاجيت 2 كيسان ونص ديال الدقيق. تقدروا نتوما تحتاجوا قل، تقدروا تحتاجوا اكثر، المهم على حسب الدقيق ديالكم واش كيتشرب ولا لا. صافي هنايا خليته كيخمر مزيان. كتشوفوا معايا العجينه كيفاش كتجي رطبه بزاف. ومهم نتوما قد ما خليتوها خمرات قد ما مزيان، يعني فين ما تشوفوها خمرات حيدوا من هذاك الهواء اللي كتكون فيها، ديغازيوها وخليوها تخمر. الصراحه بهذه الطريقه هذه كتجي زوينه. انا اول مره كندير هذه الطريقه، الصراحه نجحت معايا 100%، يعني غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. صافي هنايا كندوز كندهن يدي شويه بالزيت باش ما كتبقاش كتلصق لي العجينه في يدي، وكنشكلها هكا كويرات. المهم نتوما كتحكموا في الحجم، بغيتوهم كبار ولا صغار. المهم انا درتهم شويه متوسطين كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. المهم تقدروا نتوما ديروهم هكا عينيكم ميزانكم، ولا الا كان عندكم الميزان. شوفوا معايا العجينه شحال ناجحه، كدير البواقات. الصراحه غير جربوها ما غاديش تستغناو على هذه الطريقه هذه ان شاء الله باذن الله. صافي انا غادي نشكلهم كويرات، غادي نكمل كاع الوحدات اللي عندي وغادي نرجع معاكم. صافي هنايا راني غير ما تصورش معايا المقطع. مهم دهنت شويه اللاطه ديالي بشويه ديال الزيت، ودهنت هاد الخبيز هذا خليته حتى خمر بطبيعه الحال، خليته خمر مزيان. ودهنته بصفر بيضه مع شويه ديال الحليب، وصافي خليته خمر مزيان. ورشيت عليه شويه ديال الزنجلان، صراحه ما كانش عندي بزاف. المهم انا غير رشيته هكا بشويه. تقدروا نتوما ترشوا بالسانوج ولا باي حاجه كان عندكم، بافون ولا المهم اللي كان عندكم متوفر. هانتوما شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كيجي ملس من الفوق، يعني ما دايرش كاع داك التشققات. وهنا حليت معكم وحده وشوفوا معايا. هنا راه كان عندي اصلا باقي سخون، ولكن صراحه راه زوين بزاف كيجي. هانتوما شوفوا معايا، كنتمنى انكم تجربوه. وهنا غادي ندوز نعمرو معاكم. هنا صوبت انا لاصوص فروماجير، راه كلشي كيعرف يقادها، ولا تقدروا ديروا غير المايونيز هكا من الفوق. صافي المهم كنبدا كندهن هكا الخبيزات ديالي باش ما كيجيوناش ناشفين. المهم في هاد لاصوص هادي درت الحليب مع الزبده مع شويه ديال الابزار ومعلقه ديال الطحين، وخليتهم هكا المهم على ما طابولي، وعاد زدت لهم هكا شويه ديال الفرomاج،
وبطبيعة الحال شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار راني قلته لكم. صافي هنايا كنبدا كندهن الخبيزات وكناخد الخس بطبيعة الحال اللي مغسول ومنقي مزيان ونشفتو، وقليت هكا شوية ديال الكفتة اللي صوطيتها شوية، وقطعت البصلة دوائر وقليتها في نفس الزيت اللي قليت فيها الكفتة باش كتعطينا هكا داك المذاق زوين. انا الصراحه صوطيتها هكا شويه باش يبغيو ياكلوها، حيت الا لقاوها هكاك خضره ما كيبغيوش ياكلوها بزاف. صافي هنايا قطعت مطيشه دوائر وغادي ندير شويه ديال من داك لاصوص اللي درت، وبطبيعه الحال هكا داك الفرماج ديال الساندويتش. وصافي كندهن هاد الطبقه هذه الثانيه غير باش كترصالي فوق منها، باش كترصالي واش ما كتجيش في نفس الوقت ناشفه. المهم نتوما تقدروا تستعملوا اي صوص كان عندكم، اما بيغي ولا كيتشوب ولا الجيريان اللي كان عندكم متوفر. صافي انا حتى التالي الصراحه عاد مشاو جابوا لي الجيريان وليت درتو هكا من الفوق شويه. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم حتى كيقرب هكا المغرب تأذن، وعاد كندخلهم هكا شويه للفران باش هكا داك الفرماج شويه يذوب وكيجينا زوينين. وكنتمنى انكم تجربوهم وبالصحه والراحه، والى اللقاء الفيديو القادم.